السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم في قناة الأصدقاء الإخوان. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله. الإخوان خليو الآراء ديالكم في التعليقات وعطيونا الرأي ديالكم في الفيديو واش كان في المستوى ولا لا، ونتمنى يكون المحتوى في المستوى. الإخوان غادي نهضروا اليوم في موضوع اللي كيتعلق بأشرف حكيمي والتكريم اللي خصاتو ليه السلطات المحلية ديال المدينة اللي كينحدر منها، اللي هو القصر الكبير، بحضور رئيس الجامعة لكرة القدم السيد فوزي القجع وأشرف حكيمي. هذا الحفل وهذا التكريم اللي عرف بافتتاح أشرف حكيمي لملعب يحمل اسمه، فهذا الإنجاز هذا اللي حققه اللاعب في مونديال 2022 المقام بقطر خلات الدولة المغربية عامة وقصر الكبير خاصة باش يحتفلوا باللاعب ديالهم أشرف حكيمي، اللي هو كيلعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. هذا اللاعب هذا اللي بصم على مشوار أقل ما يمكن القول عنه أنه مشوار عالمي، فقد لعب لمجموعة من الأندية كريال مدريد والإنتر الإيطالي وصولا إلى نادي باريس سان جيرمان، اللي حقق معاه مجموعة من الألقاب منها كأس فرنسا ولقب الدوري الفرنسي. اللاعب المغربي أشرف حكيمي فهو يصنف من بين أفضل 3 أظهرة في العالم، إن لم نقل أحسنهم، فهو يمتاز بالسرعة والمراوغة الجيدة وكذلك التسديد من مسافة بعيدة. أشرف حكيمي ربح كبير للمنتخب المغربي وللوطن العربي بصفة عامة، فهو لاعب صغير السن ولا يزال يقدم مجموعة من المستويات الكبيرة في الدوريات الكبرى ال5. فنادي باريس سان جيرمان جدد معه العقد ولا يسمح بمغادرته. إخوان، كما قلت في البداية ديال الفيديو، هذا الفيديو كان على اللاعب الواعد أشرف حكيمي. نتمنى منكم تدعمونا باشتراك وتفعيل الجرس وخليوا الآراء ديالكم في التعليقات باش يكون المحتوى في المستوى، وتسناونا في فيديوهات جاية ونوعدكم غيكونوا فيديوهات في المستوى إن شاء الله.